في لعيبة كتير وفي أساطير قليلة، بس في حالة واحدة مفيش زيها. كريستيانو مش مجرد نجم، ده بني آدم بيعيش كأن حياته كلها ماتش واحد ولسه مخلصش. تعال نحكيها من أولها، من طفل فقير في جزيرة لواحد من أعظم من لمسوا الكورة في التاريخ. كريستيانو اتولد سنة 1985 في جزيرة ماديرا، مكان صغير أوي في البرتغال، في بيت بسيط. أب بيسكر كتير وأم بتحاول تصرف على 4 أطفال. كريستيانو كان بيحب الكورة لدرجة إنه كان بيلعب بيها في الشارع بكوباية بلاستيك، وكان ممكن يعيط لو ملاش حد يلعب معاه. بس الحلم كان واضح من بدري، وهو عنده 12 سنة سافر لوحده للبرتغال، من جزيرة منعزلة لمدينة كبيرة، ولا أصحاب ولا أهل ولا حتى الناس بتفهمه. بيتريقوا على طريقة كلامه وعلى جسمه النحيف، بس هو كان بيرد بسلاح واحد: التمرين. بيتمرن أكتر من أي حد وبيتحدى أي حد. في لحظة حلمه كان ممكن يطير. اكتشفوا إنه عنده مشكلة في القلب، كان ممكن بسببها ما يلعبش كورة تاني، بس عمل عملية ورجع أحسن من الأول. في 2003 السير أليكس فيرجسون بيشوف في حاجة مختلفة، بياخدوا مانشستر يونايتد، ومن أول ماتش الجمهور كله واقف يسقف. بس ده ما كانش كفاية بالنسبة له، كان بيتمرن بعد التمرين وهو بيتفرج على نفسه علشان يعدل أي حاجة. شخص مش بيصدق في كلمة كفاية. سنة 2009 أكبر صفقة في العالم، ريال مدريد بيجيب كريستيانو رونالدو، مش كنجم، كظاهرة: أرقام، أهداف، بطولات، كرة ذهب. بس الغريب، كل ما ينجح أكتر بيتمرن أكتر، كأن النجاح بالنسبة له بداية مش مجرد نهاية. كريستيانو بيتمرن زي الماكينة، 5 ساعات يوميا، 5 أيام في الأسبوع، نظام أكل عسكري، وبينام في تلاجات تبريد حتى يوم الراحة. بعيدا عن الكورة، في حكايات ناس كتير ما تعرفهاش. كريستيانو رفض يعمل تاتو علشان يقدر يتبرع بالدم، وساعد أطفال مرضى، واتبرع بسرية، وساعد ناس كتير من غير ما يعمل دوشة. الناس شافت الأهداف، بس ما شافوش آلاف الساعات اللي وراها: العرق، الوحدة، الألم، التضحية. كريستيانو مش بس موهبة، ده مشروع حياة ماشي بنظام، وهو ده السبب الحقيقي اللي محدش يقدر يبقى كريستيانو.